كلمتين وهترد على المتزملكين وهتفرح وهنفرح معاهم. اللعيبه اللي عليهم الحمل التقيل قوي، اللعيبه اللي مفيش قدامهم بكره غير انهم يفرحونا ونفرح ان شاء الله كلنا معاهم. هيفرحونا وهيفرحوا نفسهم ويفرحوا جمهورهم اللي وراهم في الانكسارات، في الاخفاقات، في التعثرات قبل البطولات والانجازات والالقاب. جمهورهم اللي على قلب راجل واحد خلف كيان نادي الزمالك، خلف مجلس ادارتهم، خلف فريقتهم، خلف ورا لاعيبتهم، ورا ناديهم، ورا اسم الكيان، اسم الزمالك الكبير العظيم اللي كلنا بنفتخر ان احنا بننتمي ليه وان احنا جزء بسيط وجزء صغير قوي منه. الجمهور بكره على موعد انه منتظر هديه في وسط الظلام الحالك وفي وسط الظروف الصعبه اللي احنا بنمر بيها، ان لعيبتنا بكره وفرقتنا تبقى الشمعه اللي بتنور لنا الطريق وبتقول لنا لسه الاماني ممكنه ولسه الامل موجود. تعالوا كلنا وانا اولكم نلهب حماس لعيبتنا، تعالوا كلنا نشجع نادينا ونساند رجالتنا، رجاله المارد الابيض ابو خطين حمر اللي محدش ابدا هيقدر يمحوه، لا من الذاكره ولا من الحاضر ولا من التاريخ ولا من المستقبل. هيفضل نادي الزمالك الفانلة البيضاء بخطين حمر، هتفضل كده، وان شاء الله نفرح بكره امام بيراميدز، مباراه مهمه، مباراه صعبه. بعدها باذن الله نفرح امام الترجي. لو فرحنا في المباراتين دول بقول لك وفي بطني شادر بطيخ، لسه الاماني ممكنه والحلم سهل وبسيط. والله العظيم دوري وافريقيا سهله وبسيطه، سهله وبسيطه. العب وقاتل على حلمك، وايا كان 11 راجل، 11 لاعب، 11 مقاتل في ارض الملعب يقدروا يصنعوا ده. تقدروا بكره ان انتوا ترسموا فرحه كلنا محتاجينها عشان نادي الزمالك يرجع يشم نفسه، نادي الزمالك يرجع يقف زي ما طول عمره واقف وسط الامواج الصعبه، وسط المشاكل اللي بتصدر له، وسط المتربصين، وسط المؤامرات. حاجات كتيره جدا بيتعرض ليها نادي الزمالك، لكن نادي الزمالك ده قوته من ذاته انه واقف وقادر يقف وقادر يواجه، وان شاء الله كلنا على قلب راجل واحد قادرين نواجه وقادرين نكمل. عشان كده اي لاعب بكره يختاروا مستر فيريرا من القايمه اللي اختارها بكره، وضمت طبعا كالمعتاد في حراسه المرمى محمد عواد ومحمد صبحي، طبعا معاهم في خط الدفاع حمزه المثلوسي، محمد عبد الغني، محمود شبانه، حسام عبد المجيد متيب، محمد طارق، محمد عبد الشافي، واحمد فتوح اللي عاد بعد غياب كبير، ان شاء الله كل التوفيق ليك يا فتوح. خط الوسط محمد اشرف رؤى، عمرو السيسي، نبيل عماد دونجا، سيد عبد الله نيمار، سيف جعفر واحمد زيزو، مصطفى شلبي بعد غيابه الماتش الاخير، احمد بالحج اللي اثبت وجوده، اثبت ان هو ان شاء الله اضافه كبيره جدا، ابراهيم انداي، وفي خط الهجوم سيف الدين الجزيري، ناصر منسي، ويوسف اسامه نبي. اكيد قايمه مميزه ونجومنا ان شاء الله قد المسؤوليه، لكن تعالوا نستعرض يعني اهم حاجه واهم من ده كله الروح. تعالوا نشوف العزيمه بكره، ورونا ان انتوا موجودين. بكره نادي الزمالك بعض الغيابات، اكتر من 7 لاعبين على ما اعتقد. الونش طبعا لسه ان شاء الله باذن الله يكون جاهز ماتش الترجي. شيكابالا، وعايز برضه اقول ان شيكابالا نزله برد، وطبيب الزمالك هو اللي طلب ان هو يكونش موجود، بس عشان بعض الناس اللي بتحاول تروج ان في مشاكل، في كلام، في ازمات، لا، نزله برد هي سبب ابتعاد او خروج شيكابالا من المباراه. عمر جابر طبعا الشد في العضله الخلفيه. يوسف حسن وسامسون اكينولا اعتقد اسباب فنيه من مستر فيريرا، ومعاهم عبد الله جمعه ومصطفى الزناري لعدم اكتمال طبعا شفائه. لعيبه نادي الزمالك اليوم يومكم، وبتلعب امام فريق كبير جدا اسمه نادي بيراميدز، فريق ماشي بخطى ثابته، فريق انت لك صوالات وجولات معاه، لكن انت اسمك لاعب نادي الزمالك. الجهاز الفني مستر فيريرا، كابتن اسامه نبيه، وطبعا على راس القياده الفنيه امير مرتضى منصور المشرف العام، كابتن اسماعيل يوسف، كابتن ايمن طاهر، سودا، حسين ياسر المحمدي. كلكم بكره عندكم مهمه كبيره وشاقه جدا جدا، لان دي ان شاء الله تكون بدايه، ونتمنى ان لما نقول بدايه، لان قلنا كده قبل كده كتير، عايزينها تبقى بدايه، تبقى بدايه بجد. فمهم جدا ان لاعبتنا بكره
يظهر معدنهم الحقيقي اللي بيظهر وقت الازمات ووقت الوقت الصعب اللي بيمر بيه نادي الزمالك في غياب رئيسه الغائب الحاضر المستشار مرتضى منصور. مهم جدا ان شاء الله بكره ان احنا نشوف معدن لعيبه نادي الزمالك امام فريق بحجم بيراميدز. عشان كده انا معايا فيديو ههديه للعيبه نادي الزمالك قبل المباراه. عايز كل لاعب وعايز كل فرد في الجهاز الفني يسمع ويشوف الفيديو ده بقلبه وبعقله وبوجدانه، ويستشعر ويستحضر عظمه وقيمه نادي الزمالك. نشاهد. بقول لهم فرحوا الجماهير